ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ معاكم جهاد محمد من قناة حبايان وبندق. النهاردة هنعمل الكشري في حلة واحدة للمستعجلين، للي مش بيحبوا المواعين الكتير. هنعمله بطريقة حلوة وان شاء الله هتعجبكم. وهنعمل معاه الدقة والشطة الزيت والدقة اللي فيها طماطم، وهنسمي الله ونبتدي. اول حاجة هنعملها هنحمر البصل الاول، لان احنا محتاجين الزيت عشان هنعمل بيه كل حاجة في الوصفة. عندنا البصل متقطع بالشكل ده كده، هنحط عليه معلقتين دقيق. طبعا البصل بالكمية اللي انتوا حابينها، هنقلبها بالمنظر ده، والزيت هيكون سخن. في الحلة اللي احنا هنعمل فيها كل حاجة هنحمر البصل بالشكل ده، ويبقى لونه كده، هيبقى مقرمش ويبقى عامل زي بتاع المحلات بالظبط. بعد كده هناخد جزء من الزيت للصلصة، ومعلقة صغيرة للشطة الزيت اللي احنا هنعملها، وهنخلي بقية الزيت في نفس الحلة. هنحمر فيها الشعرية، وبعد ما الشعرية اتحمرت هنشيلها هي والزيت على جنب، وهنخلي الحلة فاضية وهنحط فيها العدس، وهنحط المية وهنخليه يستوي نص تسوية. بعد ما استوى نص تسوية حطينا الرز بتاعنا منقوع لمدة نص ساعة، حطيناه، وحطينا الشعرية اللي احنا حمرناها، وحطينا المكرونة، وزودنا المية، غطيناه بالمية، حطينا معلقة كبيرة من الكمون ومعلقة كبيرة من الملح، وغطيناهم لحد ما غلي، ووطيت عليه النار لحد ما يستوي معانا. في الوقت ده هنعمل الصلصة. عندنا حوالي معلقتين كبار من الزيت بتاع البصل، حطينا فيه معلقة كبيرة من الثوم المفروم. أول ما اتحمرت طشيناها بربع كوباية من الخل، وأول ما غليوا كده مع بعض هنضيف حوالي لتر من الطماطم. الطماطم دي مجمدة، فغطيناها وسيبناها لحد ما فكت. حطينا معلقة صغيرة من الصلصة، وهنبتدي نحط البهارات بتاعتنا. هنحط معلقة كبيرة من الملح، وهنحط معلقة صغيرة من السكر، ومعلقة صغيرة من الكمون، ومعلقة صغيرة من البهارات، وهنضيف معلقة صغيرة من الكزبرة، وهنسيبها لحد ما تتسبك نص تسبيكة، ما تبقاش تقيلة قوي ولا خفيفة. وكده بعد ما اتسبكت وجهزت معانا، وهنا الكشري بعد ما خلص بالشكل ده، هنبتدي نحضر الدقة بتاعتنا. هنعمل الدقة دي على البارد: معلقة صغيرة من الثوم المفروم، ربع كوباية من الخل، حوالي نص كوباية من المية، ونص معلقة صغيرة من الملح، ونص معلقة صغيرة من الكمون. وكده الدقة جهزت معانا. هنحضر الدقة اللي فيها طماطم. اول حاجة عندنا معلقة صغيرة من الثوم المفروم، ومفروم معاهم فلفل حراق، وعندنا ربع كوباية من الخل، ونص كوباية من المية، ومعلقة صغيرة من الملح، ومعلقة صغيرة من السكر، معلقة صغيرة من الكمون، معلقة صغيرة من النعناع الناشف فركناه بايدينا كده. قلبنا كل ده مع بعضه، وحطينا حوالي حبتين من الطماطم متقطعين مكعبات. كده تبقى جهزت معانا. هنحضر الشطة الزيت. عندنا معلقة من الزيت اللي احنا شلناه على جنب بتاع البصل، ومعلقة كبيرة من الشطة الناشفة. واول ما اتحمرت كده حطينا معلقتين كبار من الصلصة بتاعة الكشري اللي احنا عملناها، وكده جهزت معانا. وكده خلصنا الكشري بتاعنا، ما خدش معانا وقت خالص، ولا مواعين كتير ولا اي حاجة، وطعمه في منتهى الجمال، والبصل مقرمش زي بتاع المحلات بالظبط، بسبب الدقيق اللي احنا حطيناه، هو ده اللي بيديله القرمشة. وبجد طعمه في منتهى الجمال، جربوه ان شاء الله هيعجبكم. ولو عجبكم فيديو النهاردة ما تنسوش الشير واللايك وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. اشوفكم على خير، باي باي.